جميل ان احنا نعيش الحياة بالامل، لكن هل اللي احنا بنعمله في حياتنا ده امل ولا سراب؟ كلنا اكيد سمعنا عن ظاهرة السراب اللي بيشوفها الشخص اللي ماشي في الصحراء وبيكون عطشان جدا ومتألم، فيلمح من بعيد ان في مية في الصحراء، فيمشي يمشي يمشي وهو عنده امل انه هيشرب، واول ما يوصل هناك يكتشف ان مفيش مية ولا حاجة، ويرجع الألم يتجدد من اول وجديد. ايه رأيكم بقى ان هو ده بالظبط اللي بنعمله في حياتنا ومسميينه الامل وهو سراب؟ ما هو أنا وإنت لو وقعنا في ابتلاء واعتقدنا إن شخص بعينه هو ده اللي هيطلعنا من الابتلاء اللي احنا فيه، ونبتدي نتحايل عليه ونشرح له الألم اللي احنا فيه ونقول له مشكلتنا ونقول له إيه الحاجات اللي ممكن يقدر يساعدنا بيها، وفجأة نلاقي الشخص ده منفض لنا ونقول خذلني، ونبتدي نحس ألم من أول وجديد بألم الخذلان والألم بتاع الابتلاء نفسه. تفتكروا إن هو ده أمل ولا سراب؟ طيب لما علق نفسي بوجود شخص في حياتي واقول الشخص ديت هو هيكون سبب سعادتي، وابتدي اسعى ان انا اخلي الشخص ده في حياتي، ولو هو موجود امسك فيه بايدي واسناني، لكن تحصل الظروف ويبعد الشخص ديت او افقده، وابتدي افقد السعادة ويبتدي يجيلي الم بسبب ان انا وهمت نفسي ان السعادة بيه. فتفتكروا ده يعتبر امل ولا سراب؟ طب لما يكون شخص عشرة عمره وابتدي احط توقعات من الشخص ديت ان هو هيلبيها لي واحتياجات، وفجأة الشخص ده ما يكونش قد التوقعات، وابتدي يحصل الألم واقول ان الشخص ديت هو اللي خذلني، هو سبب الاكتئاب اللي انا فيه. يا ترى ده كان امل ولا سراب؟ في الفترة الأخيرة مريت بابتلاء شديد ووقعت في الغلط اللي أنا بحكيه لكم دلوقتي، وتعلقت بأشخاص واعتبرت إن هم دول اللي هيقدروا يطلعوني من الابتلاء، لكن للأسف خذلوني. فبالتالي حسيت بالألم الشديد اللي أنا بشرح لكم فيه دلوقتي، لحد ما فتحت في سورة طه قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. اكتشفت ساعتها ان العيب ما كانش في الاشخاص اللي خذلوني، العيب في قلبي لما حط امل ما حطش امل بالله، ما كانش يقينه على الله. ليه؟ لأنه كان بعيد عن الذكر، كان بعيد عن التدبر، كان بعيد عن تدبر أسماء الله الحسنى وقدرة ربنا سبحانه وتعالى إنه يقدر يطلعني من المشكلة اللي أنا فيها، وإن المحاولات اللي أنا بعملها دي كلها مجرد أسباب، مش من حقي ابدا ان انا اعلق قلبي بيها. من الاخر كده احب افكركم وافكر نفسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني حضرتك كده لما تبقى ماشي في المكان ده مش هتقعد فيه كتير، هتتعلق بالحاجات اللي موجوده فيه، هتتعلق بالاشخاص لو اذوك، لو حد اذاك اهو بيعمل في صحيفته اللي هو عايزه. انت بقى اشتغل على نفسك وشوف هتحط ايه في الصحيفه بتاعتك، وكبر دماغك، لانك المكان ده مش هو ده دار القرار. دار القرار هو في الاخره، هو المقر بتاعنا، انما احنا هنا في دار امتحان. يعني كل ما هنمشي هنلاقي مشاكل، كل ما هنمشي هنلاقي اشخاص وحشه وهنلاقي اشخاص حلوه. مش من حقي ان انا اتعلق بالاشخاص الحلوه وابتدي اعلق سعادتي بيهم، ولا ان انا اكتئب من الاشخاص الوحشه واقول هم دول سبب الاكتئاب اللي انا فيه. لا، الاكتئاب والابتلاء ده كان كده هيجيلك، والشخص ده هو مجرد سبب، واللي ساعدك برضو مجرد سبب. فلازم نفرق ما بين الأمل وما بين السراب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.